لماذا علينا أن نحمي هويتنا؟ ماذا تمثل الهوية بالنسبة لكل فرد في هذا الوطن وفي الوطن العربي بصورة عامة؟ هل هنالك تشويه للهوية الإماراتية؟ هل هنالك تشويه للهوية العربية؟ نعم، فيجب التنبيه. ربما الإساءة غير متعمدة. سأتحدث عن هذه النقطة بالتحديد حتى لا يساء الفهم، مع أني أنا أساساً ما يهمني أن حد يسيء فهمي. تفاجأت بفنانة اسمها مريم حسين. كيف شوهت مريم حسين الهوية الإماراتية؟ للأسف الشديد أخذت صورة المسماة مريم حسين حتى مذيع البرنامج. عندي سؤال، لانك حكيت عن الامارات، فيك تقولي لي ما بدي جاوب، فيك تقولي لي ما خصك، فيك تقولي لي ما بدي جاوب، فيك تقولي لي انه هيدا الشيء بيرجع لي لإلي. فستاني كثير حلو، بس بالامارات مسموح تلبسي هيك؟ اكيد انا شفتها لابسه هيك من يومين. يعني تخجل المذيع وتجيب نعم نحن في الامارات. إعلامية احترمناها وقدرناها وأجللنا صورتها المحتشمة والظهور اللائقة التي كانت تطل. وفرنسا هي مدينة الجمال أو عاصمة الموضة، وفيينا هي مدينة الأنس والمرح والسهر. جو من الدعابة ومن الضحك. سنرى اللقاء الذي جمع بين قمتي السخافة والسطحية والإفلاس. How cute beautiful dress. انتي طاووس اليوم. انا طاووس اليوم. اوكي، وانا شنو؟ وردة حمراء. وادخل بشارتي. وابي اقول لكم ان مريم حسين تحبكم بس لا حد يدري. يعني انا عفوا ان اذكر هذه الكلمة، ولكن قمة التفاهة وقمة الإسفاف.